تعال أقول لك مين يقود النادي الأهلي خلال الفترة الحالية بعد رحيل خوسيه ريبيرو عن تدريب النادي الأهلي. طبعا انتوا عارفين ان في 3 مرشحين مصريين لقيادة النادي الأهلي، ولا اسم مدرب أجنبي حتى الآن ترشح أن يكون مدير فني للنادي الأهلي. طب مين ال3 المصريين؟ حسام البدري وعلي ماهر وعماد النحاس. أخذ لكم واحد واحد وأقول لك كل التفصيل عن المدرب، مين ينفع ومين ينفعش. طبعا حسام البدري مدرب ممتاز ومدرب الأهلي سابقا وعمل إنجاز معانا، بعد كده رحل. دلوقتي ماسك أهلي طرابلس الليبي، واخد الدوري الليبي مع أهلي طرابلس هذا السنة اللي فاتت، واخد الدوري الليبي مع أهلي طرابلس. فمدرب عامل إنجاز عالمي ومدرب بيفهم يعني كورة صح. لكن الراجل حاطط شروط عشان يجي النادي الأهلي، والأهلي ما بيحبش أي مدرب يتشرط أن يجي يدرب النادي. أي واحد كان حسام بدأ يقول له أنا جاي حتى لو مش هتدوني جنيه، أنا بس كفاية أنا هدرب أو أدرب بحجم وقيمة النادي الأهلي. ده اسمه بس اسمه يهز كل الفرق. فحسام بدري مستحيل يجي يدرب النادي الأهلي. طب مين الثاني علي ماهر. علي ماهر مدرب ممتاز، مدرب مفيش منه 2، مدرب عالمي. عمل فترة كويسة جدا مع النادي المصري، حقق نتائج حلوة مع النادي المصري، ودلوقتي ماسك سيراميكا كليوباترا وعامل نسخة رائعة للنادي سيراميكا كليوباترا، واخد كأس الرابطة معاهم الموسم اللي فات. فالمدرب مفيش خلاف عليه، مدرب ممتاز، مدرب محترم، بيفهم يعني كورة وبيعرف يتعامل مع أي لقاء، سواء كان أهلي زمالك بيراميدز، أي لقاء هيعرف يتعامل معاه كويس جدا. أما عماد النحاس ده انتوا طبعا عارفين، كل أهلاوي تسأله تقول لي يا ريت عماد النحاس يتولى لحد ما نزهق من عماد النحاس. عماد النحاس اللي لعب مع النادي الأهلي 5 لقاءات في الدوري الموسم اللي فات، خد الدوري. الراجل خبرة، بس أنا من وجهة نظري عماد النحاس يكون مديرا فنيا للنادي الأهلي، سواء مؤقت سواء مش عارف لحد ما يعملوا له عقد ولا بتاع، دي إدارة تتكلم براحتها. لكن عماد النحاس هو اللي ينفع مع اللعيبة دي. ليه؟ لأن عماد النحاس عارف كل لعيب بيلعب فين. يعني عارف إنه كريم فؤاد بيلعب باك يمين وخوسيه ريبيرو بيلعب باك شمال، بيعرف كوكا إنه بيلعب خط النص وريبيرو حطه ناحية الشمال، بيعرف إن تريزيجيه بيلعب ناحية الشمال لكن ريبيرو حطه ناحية الشمال، حطه ناحية اليمين معلش. فعارف كل لعيب هو، وعارف كل تفصيل عن كل اللعيبة. فهو اللي يصلح، عماد النحاس هو اللي يصلح لقيادة النادي الأهلي في الفترة الحالية. طبعا بعد توقف الدوري ممكن نشوف عماد النحاس هو اللي يكون مؤقت لحد ما نجيبه مدرب أجنبي زي ما حصل الدور اللي فات. ولكن أنا من وجهة نظري كأنا مشجع أهلاوي وأعشق النادي الأهلي، أنا أتمنى أن عماد النحاس هو اللي يكون مديرا فنيا للأهلي.